تقييم الخبرة بتختلف من جهة لجهة. طب انت هتعرف تقييم الخبرة ازاي؟ تقييم الخبرة بتختلف من جهة لجهة. طب انت هتعرف تقييم الخبرة ازاي؟ ال 189 وال 190 دول إقامة دائمة. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ فلولا ترشيح الولاية اللي هو ال 15 نقطة انا ما كنتش هعرف اهاجر، او انتوا اخواتي. وبقول الكلام ده حرصا ان انا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باين على شكل ان انا اسمريت صح. هنا الشمس فظيعه، لازم تحط بقى الصن بلوك في كل مكان. ما علينا. مساء الفل يا رجاله، اخباركم ايه؟ وحشتوني والله. ربنا يكرمكم ان شاء الله واشوفكم كلكم ان شاء الله في باذن الله يعني في استراليا. هنتكلم النهارده عن كذا حاجه مهمه بخصوص موضوع استراليا. هنتكلم اول حاجه عن انواع الفيز، وهنتكلم عن اجراءات ما قبل السفر واجراءات ما بعد السفر. يعني هنعمل لوكشه كده وهنحاول ان احنا نغير اللوكيشن بتاعنا كل شويه. اول حاجه انت محتاج تعرفها ان انت لازم تبقى عارف الوظيفه بتاعتك دي مؤهله او مطلوبه في الهجره لاستراليا ولا لا. يعني ايه الكلام الكبير اللي احنا بنقوله ده؟ يعني بمعنى اصح كل سنه اداره الهجره في استراليا بتشيل وظائف وبتحط وظائف جديده. الوظائف الجديده اللي هو انت بتحاول تشوف بقى الوظيفه بتاعتك موجوده ولا لا. طيب افترض لو انت دخلت لقيت الوظيفه الاساسيه مش موجوده، هتعمل ايه؟ هتشوف وظيفه تانية بتحوم حوالين التخصص بتاعك. بمعنى يعني لو افترضنا مثلا ان انت مهندس مدني اللي هو سيفل انجينير. طب السيفل انجينير ده بيعمل كذا حاجه. ممكن يبقى رسام، ممكن يبقى سي بي ام كونستراكشن مانجر، في كذا وظيفه كده هتلاقيهم موجودين في الهجره. طيب لو انت مثلا تجاره او محاسب، ممكن تبقى بيزنس اناليست، ممكن تبقى ماركتنج سبيشاليست، ممكن كذا حاجه كده. لو انت الموضوع يعني لو انت في كذا تخصص عندك في المجال بتاعك، لان هم هنا في تخصصات تفصيليه انت ممكن تكون في البلد بتعملها يعني بشكل يعني انت بتعملها ضمن المهام الوظيفيه بتاعتك. فبالتالي انت بتبقى قادر ان انت من الشركه ان انت تجيب المهام بتاعه الخبره ديت ان انت بتعملها. فمش لازم تبقى الوظيفه، خلينا متفقين، مش لازم تبقى الوظيفه موجوده بشكل يعني اللي هو مش متقسمه عليك، اللي هو مهندس معماري او مهندس مدني او محاسب او لا. ممكن يبقى في وظائف تانية تكون يعني رسام مثلا. فالرسام دي ممكن انت تسافر عليها عادي. وخلينا متفقين ان الهدف من الوظيفة هو انك تدخل البلد بغض النظر انت في المستقبل ناوي تكمل في نفس الكارير بتاعك ده، ولا ناوي ان انت لما تيجي تاخد كورسات محددة مثلا في التيف وتشتغل شغلانة تانية خالص مختلفة. فخلينا نقول ان ده المدخل بتاعنا، اللي هو ان انت ده البوابة بتاعتك في الدخول لاستراليا. فيبقى اول حاجة احنا متفقين عليها ان احنا نشوف الوظيفة بتاعتنا ازاي. طب نشوف الوظيفة بتاعتنا ازاي؟ زي ما انا حطيت قبل كده وبكرر في اللي هي الاوكيوبيشن ليست. الاوكيوبيشن ليست دي اكتب بس في جوجل هتطلع لك. الموضوع سهل. ولازم بما انك انت قررت يعني تهاجر استراليا، فلازم يبقى يعني لما بتسمع مني او بتسمع من الاخوه الباقيين يعني في اللي بيتكلموا عن استراليا، لازم يبقى عندك حاسه البحث. يعني مثلا لما انا اجي اقول لك فيزا 491 او 189 او 190، لازم تروح تقرا حتى لو انت متاكد مليون المية من كلامي زياده تاكيد. طيب شفنا الوظيفه بتاعتنا. هنبدا في الوظيفه. لما بتلاقي الوظيفه بتاعتك بيبقى مكتوب جنبها الفيز اللي هي تنفع ليها. احنا بما اننا بنتكلم عن الفيز المهارات او فيز العماله الماهره، وهي عندنا في 3 فيز. ال3 فيز ال 189 وال 190 دول اقامه دائمه. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ ال 189 دي اقامه دائمه من اول يوم تقعد في اي مكان في استراليا. ال 190 هي ان الولايه
بتديك ترشيح، وهنفهم بعد كده بالتفصيل يعني ايه الولايه تديك ترشيح. فلو انت بلس طبعا ان ال 190 بتديك 5 نقط عشان مقابل يعني بنرشيك يالا بنشجعك تيجي عندنا. فلو انت مثلا افترضنا ان انت جايب 60 واديتك 5 نقط بتديك 65 وهكذا يعني. ولكن لم يثبت بعد حته ان انت ملزم ان انت تقعد في الولايه، ودي وجهه نظر يعني يتفق من يتفق ويختلف من يختلف. فبمعنى لو انت مثلا في ولايه نيو ساوث ويلز، نيو ساوث ويلز اللي هي سيدني يعني، وجالك الترشيح على 190. طيب هل لو انت جالك شغل مثلا في ميلبورن في ولايه فيكتوريا تقدر ان انت تروح هناك؟ قانونيا حتى اللحظه دي كل الناس مفيش، كلها التزامات اخلاقيه يعني، تقدر تروح تقدر ما تروحش على حسب دنيتك فيها ايه. فبالتالي لو على هذا المبدا يبقى ال 189 وال 190 الاثنين واحد، تمام؟ بس ال 190 بتديك 5 نقط زحزحك شويه لقدام يعني. طيب نيجي بقى على 491 واللي هي انا موجود عليها. ال 491 دي انا بحبها ليه بقى؟ لان لولا بعد توفيق الله وال 15 نقطة اللي انا خدتهم من ال 491 ما كنتش هعرف اهاجر استراليا، او على الاقل كنت زماني لسه بذاكر لغة انجليزية عشان احسن واحسن واحسن. في 2023 شهر 5 تحديدا قررت ان انا اعمل تيست وادخل امتحان البي تي اي. كنت لسه حتى يعني كنا لسه بادئين مذاكره من شهر ونص فعليا يعني. فنصحني احد الناس المحترمه واللي انا بأكن ليه كل احترام وتقدير ان انا ادخل واجيب الدرجه، اجيب بس 50 علشان افتح ملف الاي اي، وبعد كده ارجع تاني ذاكر بقى براحتك زي ما انت عايز. وكان النصيب ان انا لما دخلت جبت 63 في البي تي اي، على الرغم ان انا كنت عايز بلس 79 كتحدي يعني. ولكن عشان نكون واضحين يعني انا ما كنتش ذاكرت حتى ربع البنوك اللي موجوده في البي تي اي، فبالتالي مش هقدر اجيبها يعني كنت محتاج لي كمان 2-3 كده مذاكره مظبوطه عشان نجيبها يعني بس تبقى مساله وقت زي ما بقول لكم يعني. قدمنا وجات الايه الانفيتيشن على طول. فبالتالي انا كانت نقطي اصلا يعني انا كانت نقطي قبل ما اقدم كانت 55. طيب ال 55 دول تجيب بيهم لب وتأزز يعني لان اقل حاجه 65. فلولا ترشيح الولايه لو 15 نقطه انا ما كنتش هعرف اهاجر او اقدم افتح الملف اي اي، بغض النظر يعني انا كنت هضطر ان انا احسن واظبط وكل الحاجات الحلوه دي. فعلشان كده 491 بتديك 15 نقطه، فبتبقى في فرصه ان انت تهاجر. طيب احنا دلوقتي في 2025 هل انا جبت طبعا 70 نقطه، هل ال 70 نقطه دول كافيين في الوقت الحالي اللي انا بتكلم فيه اللي هو النهارده 15/2/2025؟ للاسف الشديد هم غير كافيين، ولكن محدش يقدر يجزم لك الشهر الجاي ايه اللي هيحصل. فبالتالي انت محتاج ان انت تزود نقطك اكبر قدر ممكن وخلاص لغايه لما تجيلك ايه الدعوه ان شاء الله. وتذكر ان العبره بالوصول للنتيجه، يعني العبره بالوصول للنتيجه وليس او الوصول للهدف، وليس ان احنا نقعد ننظر على بعض انت جبت بلس 65 ولا جبت بلس 79. المهم يا باشا تدخل استراليا، تدخل ازاي مش مشكله، فمش هتفرق الموضوع ده، مش هيفرق خالص. طيب يبقى احنا اتكلمنا وسردنا في الوظيفه والولايات
وانا بتكلم معاكم وانا يعني تقدر تقول كده انتوا اخواتي، وبقول الكلام ده حرصا ان انا يعني حابب ان انا في يوم من الايام يعني اتعرف على اكبر قدر من الناس. معرفة الناس كنوز، وربنا يكرمكم ان شاء الله. فبنتكلم بارتياحيه وبنتكلم بتفصيل، لان ده مش فيديو ان احنا قاعدين بنتكلم بقى والحاجات الرسميه اللي انا ساعات بعملها من الاستوديو يعني. فاحنا قاعدين في حديقه، فاحنا لازم يعني ايه لا- لازم تفك شويه يعني. المهم، طيب احنا خلصنا الولايات، ماشي. سوري، خلصنا الفيز. طب هتعمل ايه بعد كده؟ يبقى عندك حاجتين. اول حاجه تتكسف على دمك تقوم تذاكر انجليزي، تعمل خطه للبي تي اي، سيبك من الايلتس. قريبا ان شاء الله يمكن يكون في كلام جديد لموضوع البي تي اي ده. بفكر يعني هنعمل كورس، بما ان يعني عندنا في منصه كورسات دوت كوم في فريق عمل متكامل للموضوع ده، ومعانا نيتيف سبيكرز. فاحنا هنعمل كورس بي تي اي. بفكر يعني، لسه ما خدناش القرار النهائي يعني. قولوا لي رايكم برضو في التعليقات. وهنعمل تحدي كبير. احنا هنختار 10. ال10 دول هيدفعوا للكورس $300. لو ال10 دول جابوا بلس 65 هياخدوا فلوسهم، واللي هيجيب فيهم بلس 79 هياخد فلوسه وعليه $100. حلو الكلام. في وقت قد ايه؟ في وقت لا يزيد عن 6 شهور. يعني في ال6 شهور لو جبت بلس 65 تعال قول لي يا باشمهندس انا عايز فلوس، اقول لك اتفضل. طب بعد 6 شهور جبت بلس 79، ايا يكن مستواك، لو كان حتى مستواك كويس، لو جبت بلس 79 هقول لك اتفضل $300 بتوعك اهم، وعليهم $100 دي مكافأة ليك عشان انت اجتهدت، لان انا هدفي في الموضوع ان انت تجتهد وتكمل. فبالتالي يبقى انت اخدت كورس ببلاش، وممكن كمان تاخد فلوس من ورا الكورس. والله يسامحني بقى، مش عارف اذا كنت القرار ده اندم عليه ولا لا، بس مش مشكله، عادي يعني. لو كلكم ال10 جابوا 79 وخدتوا $1000 مفيش اي مشكله. دولار امريكي مش دولار استرالي، تمام؟ عشان بس يعني 170. لو انت جبت بلس 7 تاخد حوالي $170 استرالي او 150 حاجه على حسب العمله يعني. بس فده انا بفكر فيه جديا يعني. وان شاء الله هيكون كورس مختلف تماما عن اي كورس انت شفته قبل كده. هتدخل مع نيتيف سبيكرز، تتكلم معاي، هيراجع التمبلتس معاك، هيراجع البرونانسيشن بتاعك. انا هكون معاكم كاستراتيجيات، وهيبقى معانا برضو يعني تيتشرز من مصر تتابع معاكم البرونانسيشن، ده اهم حاجه. وباقي الحاجات التانية الاستراتيجيه اللي هي محتاجه مذاكره نظري بقى، ده انت مش محتاج فيها اي حاجه يعني، لان البي تي اي هو استراتيجيات، ومش محتاج ان انت تكون اصلا، هو مش امتحان يعني، ما بعتبروش ان هو امتحان لغه يعني، ولكن لازم يبقى عندك قدر معقول ان انت تفهم وتحل وكده يعني. فتمام جدا يعني. طبعا حط الحاجات، انا حط الكلام الكبير ده جوه الفيديو عشان ما حدش يشوفه لو حد شافه يكتب لي بقى عشان ما حدش يشوفه. فبالتالي ما حدش يشترك، فبالتالي انا ما ادفعش فلوس او ما اديش فلوس لحد يعني. المهم، خلصنا البي تي اي واللغه الانجليزيه. هندخل بقى على تقييم الخبره. تقييم الخبره بتختلف من جهه لجهه. طب انت هتعرف تقييم الخبره ازاي؟ تعالى بقى نرجع لاول حاجه احنا اتكلمنا عنها، اللي هي الاوكيبيشن ليست، اللي هي لما هتدخل وتلاقي الوظيفه بتاعتك وتبحث عنها هتلاقي جنبها جهه التقييم. هتدخل يا باشا على جهه التقييم وتقرا. انا اللي انا عندي خبره فيها حتى الان هي الفيت اسس بس، يعني ده اللي انا اقدر افيد فيها. والفيت اسس هي متطلبات اوراق بتعملها، اهم حاجه التامينات والعقد والخبره والديسكريبشن او الوصف بتاع الوظيفه بتاعك يبقى مظبوط. طيب احنا كده اوكيبيشن ليست وانواع الفيز، وعندنا
الانجليزي وتقييم الخبره. خلصنا كل الكلام ده. اوعى حد، انا بقول لكم اهو، اوعى حد يفتح اي يو اي اللي هو الابلكيشن يعني، ويفترض ان هو هيجيب 65 او بلس 79، او ان هو هتضطر تكتب، هيطلب منك رقم الريجستريشن اي دي بتاعك بتاع الامتحان وبتاع التقييم، هتحط رقم غلط من دماغك ماشي. طب لما تجيب هتحط الرقم، ما عادش في رقم صح، خلاص هيجي الاوفيسر بعد كده يشوف هيلاقي صح وغلط وبتاع، رفض الفيزا، هيضيع عليك الفلوس بتاعتك. انا بنصحك يعني لله يعني. طيب احنا هنيجي بقى لمرحله ان احنا نفتح الاي يو اي. وعند الاي يو اي انا بفكر بقى ان احنا ايه، نعمل جزء تاني نتكلم فيه على الاي يو اي، نتكلم على اللودج ونسرد بقى في الحديث بقى زي ما احنا عايزين. بس لغايه هنا كده ايه، انا خلصت. تعرفوا ان يعني ان الواحد هو قاعد في، انا قاعد في حديقه دلوقتي والناس ماشيه حواليا ورايقه، فتحس ان الواحد كده ايه، منفتح، مش محتاج ان هو يحضر. انا فعلا متخيل ان الكام الف اللي هم هيتفرجوا عليا في المستقبل ان هم قاعدين قدامي واحنا قاعدين عمالين ندردش كده. السلام عليكم، ازيك يا عم احمد، عم محمود، ابو سلام. ف حاسس ان الاعداد دي بتبقى اعداد كويسه، والواحد بيقدر ان هو يدردش فيها زي ما هو عايز. وانا مبسوط جدا والله ان انا بعمل الفيديوهات ديت وانتوا كلكم عيلتي يعني، حتى لو احنا مش قادرين نشوف بعض يعني. واتمنى لكم التوفيق، والى الفيديو القادم. يلا بقى اشوفكم على خير. يلا السلام عليكم.